تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض غدا في 10 دقايق، حرفيا في 10 دقايق. كلنا بنحب الحاجات السريعة، الحاجات السهلة، ما بنحبش نقف كتير في المطبخ. تعالوا نشوف هنعمل الغدا السريع ده ازاي. اول حاجة انا معايا كبدة الفراخ، ده كيلو كبدة فراخ. هنعمله زي الكبدة العادية اللي احنا بنجيبها، الكبدة بقت غالية قوي. هنعمله كبدة اسكندراني ملهاش حل. غسلته تحت الحنفية كويس وبعدين بقطعه. محدش هيفرق ابدا ان دي كبده بلدي من اللي انت جايباها ولا كبده فراخ، محدش هيعرفها بالطريقه اللي انا هقولك عليها دي. بقطعه زي ما انتوا شايفين، اقطع الكميه كلها اهو زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين عشان خاطر اتخلص من اي زفاره فيها بحط معلقه ملح وعصير 3 4 ليمونات كده، وبقلب كله ده في بعضه واسيبه بقى ينزل كل الميه، كل ميه الزفاره اللي فيه. بس بسيبه بقى شويه، بسيبه حوالي نص ساعه كده اهو، حتى القشر اهو احطه عليه واسيبه نص ساعه كده. وبعد كده بغسله غسله كويسه واصفيه، وبعدين باجي بقى في الطاسه على النار بحط معلقتين زيت ومكعبين زبده. اول ما تسيح وتسخن معايا كويس، لازم تسخن معايا او تقدح قوي، وبحط الكبده. لازم تاخد صدمه كده في الزيت والزبده اللي انا عاملاهم عشان خاطر ما تنزلش ميتها. اول ما تغير لونها كده بفضي حته واحط معلقتين توم مفروم اهو. واول ما التوم ريحته تطلع بحط معلقه خل وعصير نص ليمونه اهو. وبعدين بقلب تقلبتين. طبعا الكبده احنا مش بنقلب فيها كتير، ما بنسويش فيها كتير عشان تفضل محتفظه بالطراوه بتاعتها. وبعدين بضيف فلفلايه رومي مقطعاها زي ما انتم شايفينه، فلفلايه حامي. طبعا الحامي اختياري، ممكن تستغني عنه. وبعدين بتبلها وخلاص. على كده احنا مش بنقلب فيها كتير. نص معلقه كمون، نص معلقه كزبره ناشفه، وتظبطي الملح حسب ما تاخد نص معلقه، واظبطي بقى شوفي الملح حسب ما تاخد. وتقليبه بس عشان تاخد التوابل اللي انت حطيها، وخلاص على كده خلصت معايا. ممكن بقى تاكليها زي ما انت عايزه، ممكن تعملها سندوتشات زي اللي بنجيبها من بره. محدش هيعرف ان دي كبده فراخ خالص، محدش هياخد باله. دي الطحينه طبعا عملتها معاكم في الفراخ المشويه اهو. بصوا السندوتش زي اللي بتشتريه من بره بالظبط. ممكن بقى تعملي معاها رز. انا عملت الرز على ما تشرب الرز كنت عملت الكبده. الرز اللي بالشعريه عملته معاكم في الفيديو بتاع الفراخ. جبت طبق الرز اللي هو بتاع الغرف وقلبت فيه طبق تاني عشان اعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبق بتقلبي فيه طبق عشان تعملي الحركه بتاعت في النص دي وتحطي فيها الكبده. تحفه جدا وتفتح النفس كده على الاكل. فعلا الغدا ما كملش 10 دقايق، حرفيا فعلا ما كملش 10 دقايق. تاكليه بقى زي ما تحبي، في سندوتشات او مع رز بشعريه او مع رز ابيض، مع اي حاجه انت تحبيها. يا رب يكون عجبكم وتجربوه، وبالهنا والشفا لكل اللي يجرب. ويا ريت اللي يعجبه يعمل لايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، عشان اللي جاي احلى بكتير.